الحكومة لم تقدم أي عرض إلا عرض واحد فقط، ألا وهو القمع. ألا وهو القمع. كان تدخل، فتحت قنوات التواصل؟ لم يتم فتح أي قناة للتواصل، كانت قناة واحدة هي قناة القمع. القمع كانت الزرواطة هي الرد الوحيد من طرف الجهات. أشرفتم على إنهاء فترة التكوين؟ أنهينا فترة التكوين في شهر 6 2016. بالنسبة للخطوات التصعيدية اللي غتقوموا بها مستقبلا؟ نعم. قبل ذلك اسمح لي أن أضعك في الصورة حول ما نفعله الآن. نحن الآن بصدد أو نجسد البرنامج النضالي التاسع، الذي يتمثل في اعتصام لمدة 5 أيام مرفق بإضراب عن الطعام لمدة 48 ساعة. الآن نخوض خطوة الإضراب عن الطعام، معركة الأمعاء الخوية منذ يومين تقريبا. للأسف إغماءات كثيرة جدا، إغماءات كثيرة جدا. نادي الإسعاف ولا مجيب. نحمل الجهات المعنية المسؤولية كاملة في كل ما تسأله الأوضاع، لأن الأمر قد يتطور. الأمر قد يتطور، قد تتحول الخطوة إلى اعتصام مفتوح، وقد تتحول خطوة الإضراب عن الطعام إلى إضراب عن الطعام مفتوح. وتحية. اليوم نخوض خطوة نضالية تصعيدية لمدة 48 ساعة إضرابا عن الطعام من أجل إشعار وتنبيه الحكومة حقيقة إلى أن وضعية هذه الأطر التربوية لا تبشر، وبأن الحكومة حقيقة عليها أن تستجيب لنداء هذه الأطر التربوية التي تعتبر في الواقع صنيعة الحكومة، وعليها أن تسمع لهذه الأطر وأن تجلس مع الحوار. انتخابات التشريعية القادمة في 7 أكتوبر، واش كتقرروا تقاطعوا؟ واش كتقرروا تعاقبوا الحزب اللي يسير الحكومة؟ نحن لا نعتقد بأن مقاطعة الانتخابات مسألة موضوعية. لماذا؟ لأن الانتخابات هي معطى يتعلق بحياة المواطن بشكل عام، وأنا أقول بأن الأطر التربوية ستقوم وستستجيب لهذه الخطوة، وأنها ستقوم حقيقة بعد رؤية المجلس الوطني في هذا الشأن، أي بعد القرارات التي يتخذها المجلس الوطني الممثل الوحيد والأوحد لأطر البرنامج الحكومي 10,000 إطار تربوي. بعدها نستطيع أن نحدد، لكن أعتقد من وجهة نظر الشخصية بأن الأطر التربوية تتسم بالمواطنة وتتسم بالحس الوطنية، وأنها ستستجيب لهذا النداء.